تفتكر ايه هي الاربع حاجات اللي اتفق عليها كل الاوائل ان هي دي الخطوات الثابته اللي وصلتهم للمجموع اللي وصلوا له؟ انا قعدت احلل في كل الاوائل اللي طلعوا على التلفزيون او على اليوتيوب، وحتى في منهم اصدقائي شخصيا، وعرفت منهم ايه هي من النصايح والحاجات اللي المفروض تتعمل عشان الطالب باذن الله يجيب مجموع وممكن كمان يطلع من الاوائل. بس الغريبه بقى ان انا اكتشفت ان في حاجات كلهم بيعملوها بشكل لاواعي، مش بيقولوها في النصايح اللي هم اصلا مش مدركين، هم متبرمجين عليها كده. فانا بقى جمعت كل الليله دي وجاي النهارده باذن الله اديها لك على طبق من ده. خد بالك كل دقيقه وكل كلمه في الفيديو ده انت باذن الله لو طبقتها فانت هتزيد 1%، 2%، 3%، يمكن 10%. برضه لو فوتت اي نصيحه من النصايح اللي انا هقولها لك النهارده فانت للاسف ممكن تنقص 1%، 2%، 3%، او حتى 10%. فركز يا باشا وانا اتحداك ان كنت سمعت الكلام اللي انا هقوله لك ده في اي حته قبل كده، او اي حد من اللي بيدوا نصايح على اليوتيوب قالوها قبل كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك زي او زياد السيد، وانت دلوقتي بتتفرج على قناه دكتور زي ثانويه، واللي فيها باذن الله هيكون في فيديوهات تحفيزيه اوامر كنت واعي، وكمان فيديوهات نصايح توجهك ازاي ان شاء الله تمشي ناحيه حلمك لحد ما باذن الله توصل له. فاتمنى ليك مشاهده ممتعه. نخش في الموضوع على طول. وبالنسبه بقى للنصيحه الاولى، فانا عايز اقول لك تخيل معايا ان انا رايح اتعلم السواقه، او ان انا خلاص قررت اتعلم السواقه، وهتعمل ايه؟ رحت ماسك اليوتيوب وفاتح كده، والله مثلا انا محتاج ان قعدت اسمع فيديو في الثاني في الثالث في الرابع، بقى عندي علم واساسيات وحاجات، يعني بص الدنيا زي الفل. جيت الحمد لله اليوم الاول خلص واتعلمت فيه كل الاساسيات المطلوبه. جيت تاني يوم ما نزلتش اتعلمت، ما نزلتش عملت اي حاجه، ما ركبتش عربيه ولا جيت جنب العربيات. رحت عامل ايه؟ رحت فاتح اليوتيوب تاني وقعدت اتفرج، والله ان هنعمل كذا وكذا، يا سلام ده احنا كده يا على الجمال. تلاقي بقى بعد كده ان جيت تاني يوم خلص، المفروض بقى اطبق في تالت يوم، لا ما طبقتش برضه في تالت يوم، انا ما عملتش اي حاجه. انا جيت بعد كده تالت يوم، والله انا اشوف كذا وكذا وكذا، بقى عندي علم رهيب. اتوقع ان انا اول ما ادخل العربيه او امسك عربيه واسوقها هيحصل ايه؟ بوم، حادثه، خلص الموضوع. ليه؟ لان انا ما طبقتش. انا عندي علم كتير جدا بس ما طبقتش منه اي حاجه ولا اي حاجه. ده قمه الغلط. عمرك ما تتعلم من غير ما تطبق. فانت هتدخل في ثالث ثانوي هتلاقي انك ممكن تسمع 5000 نصيحه من 5000 بني ادم، كل واحد بيقول نصيحه غير التانيه وبتاع. يعني بص، تحس كده انك برنس كده في السنه. انا ماسك ثالث ثانوي يا باشا، انا ماسك ثالث ثانوي. الحقيقه انت تسمع نصيحه بس، لانك هتلاقي في ناس دخلت ثالثه ثانوي وطلعت منها من غير ما تسمع نصيحه واحده، وسبحان الله مشيت على النظام الصح وجابت المجموع اللي عايزاه ودخلت الكليه اللي عايزاها. لو في الاخر اللي بيجيب مجموع هو اللي بيعمل مش اللي بيسمع. فانت السماع ده هينفعك جدا، لانك عارف بتاخد من الغلطات وبتاخد الحاجات اللي المفروض تتعمل فبتعملها على طول وتنفذ وتخلص دماغك. انما انت لو ما عملتش اي حاجه، احنا ما بنعملش اي حاجه، احنا كده طالعين انت بتخلص وقت ان انت مش اكتر. اما بقى بالنسبه الاكبر من كده، انك ممكن تقعد تسمع شرح الحل واثنين وثلاثه واربعه وخمس ست سبع 10 مرات وما تحلش على السؤال ده، ولا تحلش على الدرس ده، ولا تحلش على المحاضره دي، ولا اي حاجه. انت تقعد بس تسمعها مدرس اثنين وثلاثه واربعه قال كده يا انا بزود فهمي. لا يا حبيبي، انت لو مش هتحل تغلط، انت ما بتعملش حاجه ولا اي حاجه. فخد بالك من اول نصيحه، هي انك لازم تاخد حاجه وتطبقها في ساعتها، تاخد وتطبق، هنا هتقدر تتعلم. وعشان الموضوع ده محتاج نظام والتزام مش طبيعي، وهو ده اللي فعلا بيخلي الناس اوائل وبيخلي الناس تجيب مجموع. فانت بقى ممكن تقعد تعمل جداول، تقعد تعمل تو ليست، وفي الاخر عارف انت بيبقى مصيرها سله الزباله. فانا النهارده جاي اوفر عليك واقدم لك بلانر تبسيط. بص بصراحه انا كده جاي اوفر عليك واقول لك ان انت بدل ما تقعد تخطط وتضيع وقت في التخطيط وتعمل جداول مالهاش اي 30 لازمه وترميها في الزباله وتضيع ساعات وساعات، لا انت ممكن تجيب بلانر تبسيط، واللي فيها بكل بساطه مش بس هتنفعك في مذاكرتك، لا لا لا، ده هتخطط معاك الشهور بتاعه السنه كلها لو انت تشتري مذاكره سنويه، او تخطط معاك مثلا ربع سنوي بحيث انك 3 شهور بس في هنا وفي هنا. فانت بكل بساطه هيبقى فيها تو دو ليست، وهيبقى فيها اي حاجه تقدر انت تكتبها، عايز تكتبها على مدار يومك بحيث تعملها بقى. انت عايز تروح الدرس الفلاني والدرس العلاني وتيجي بعد كده تخلص، كل يوم بيبقى واضح قدامك. وعلى فكره ده سر الالتزام وسر النجاح. انت عندك تبسيط مقدمه لك تخطيط 3 شهور كامل، وممكن تشتري انت السنويه ويبقى عندك تخطيط سنه كامله. واللي مميز جدا جدا بقى في البلانر دي ان هي مش بس مجرد تو دو ليست وخلاص، هي مش كلها بلانر او كلها تو دو ليست، لا يا حبيبي. دي عامله زي اللايف كوتش بتاعك كده، اللي هو يعني انت بيبقى فيها عادات مهجوره، مش عارف سنن النبي، تحفيز اللي هتساعدك توصل للزام الاوائل والناس اللي جابت مجاميع. فيها ميزه مهمه جدا هقولها لك في اخر الفيديو. النصيحه الاولى هي انك تقلل من السماع وتزود من التطبيق، ودي هتنقلنا للنصيحه الثانيه الاهم منها مليون مره. فمايكل جوردن كان طالع في لقاء من اللقاءات بتاعته وبيقول ان انا يمكن الناس كلها عارفه ان انا من اكتر الناس اللي جابت اهداف في التاريخ، بس محدش يعرف ان انا من اكتر الناس اللي ضيعت اهداف في التاريخ. وهنا عايزك تتبنى العقليه دي في ثالثه ثانوي، لان هي دي اللي هتنجحك. ازاي يا عم زي؟ اقول لك انا بكل بساطه. والله انت عندك دلوقتي، انت هتدخل مثلا بعد ما قلنا انك هتبدا تطبيق، فانت تبدا تدخل تحل وتبدا تخش في امتحان شامله وبتاع، هتلاقي انك بتدخل امتحان شامل زي الديسك اللي انت قاعد عليه ما بتعرفش تحل اي حاجه.
فهتقول والله انا هحبط بقى واحس ان النظام الجديد ده مش بتاعي، هو ثالثه ثانوي اصلا مش سكتي. بس انت لازم تعرف انك هتقابل صعوبات، بقول لك وهتغلط كتير في الحل، وهتلاقي الحاجات صعبه وكل الحل صعب وكل الكلام ده. بس الفكره انك هتبدا تراجع وتشوف انت بتغلط في ايه، وتبدا تسجله وتشوف انت بتعمل ايه غلط وتبدا تحلله، تبدا تعرف انت كل غلطات تغلطها ليه. التركه بقى اللي محدش بيقولك عليها، هو ان اي حد بيبقى داخل ثالثه ثانوي وعايز يجيب مجموع، هو بيدخل اي امتحان في اخر السنه او اي امتحان شامل، هو داخل عشان يقفل، مش داخل ان هو يثبت حضور. اخر هو داخل يقفل. وروح اسال اي حد جاب مجموع يقول لك انا داخل اقفل، بس انا ما قفلتش، بس جاب من اعلى الناس اللي جابت مجموع في الامتحان ده. ليه؟ لان هو كان داخل يقفل. فبالتالي لو ما ظبطتش معاه وقفل هينقص درجه درجتين ثلاثه، ويبقى كده برضو توتال جاب مجموع. فالنصيحه التانيه افتكرها كويس، هي انك تحط في دماغك ان انا داخل اقفل الامتحان، فهحل كتير، فهغلط كتير، فهتعلم كتير. طبق كل الكلام ده على مدار السنه كلها، وهتيجي في اخر السنه باذن الله هتقفل امتحان اخر السنه. وانت فاكر ان كده خلاص، فانا حابب اقول لك ان النصيحتين الاولين ما لهمش اي 30 لازمه من غير النصيحه الثالثه، واللي هي بكل بساطه توفيق ربنا. انا النهارده مش جاي اقول لك ان توفيق ربنا هو من اهم الحاجات، انك اكيد عارف الكلام ده كويس وانت داخل عارف كده. بس انا جاي اقول لك ان النهارده المفروض انك تطلب توفيق ربنا. ازاي؟ عن طريق 4 حاجات. الحاجه الاولى منهم هي انك تطلب توفيق ربنا، تقول يا رب وفقني، ده الدعاء. الحاجة التانية انت عندك الصلاة وقيام الليل. الحاجة التالتة هي ان انت عندك الذكر. والحاجة الرابعة ان انت عندك البر والدين. ال4 حاجات دول ما هتعملهم. وعايز اقول لك والنبي وبالله عليك يا شيخ، بالله عليك ما تحط في دماغك فكرة ان انا ممكن ما اتعبش وربنا يوفقني. لا، ما تحطش في دماغك، ما تلعبش على الاحتمال ده، عشان ما تجيش في الاخر تعيط وتقول لي يا رب. ماشي؟ انا بس عايز اقول لك حاجة. انت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان طرد من الطائف وراح واتشتم واتضرب وحصل فيه كل حاجة ممكن تحصل. ما قالش انا ممكن ما اتعبش واقعد في مكه كده وان الاسلام هينتشر لوحده، مع انه رسول بقى. يعني لو عمل كده خلاص الموضوع اتحل. فما عملش كده. ليه؟ لانه عارف ان ده مش صح. انا عارف ان انا مثلا عشان اجيب كشكول ده المفروض امد ايدي واجيب، مش هيجيلي، مش هيطير. ليه؟ لان ربنا خلق قوانين في الكون ومش هتخترق. انت لازم تتعب عشان تلاقي. ممكن جدا، وارد، احتمال مليون في المية ربنا قادر على كل شيء انك ما تتعبش وتلاقي. وارد جدا. انا اعرف ناس اصدقائي عندهم يعني بيعبد ربنا ليل نهار، فتلاقي الدنيا متسهله معاه يعني بطريقه مش طبيعيه. يدخل الامتحان يبص على كلمتين يدخل اليوم اول سؤال في الامتحان. وفي نفس الوقت الاقي ناس من دفعتي بيذاكروا كتير جدا وما يوصلوش التوفيق بتاع الشخص ده. دي حاجه بقى مش بتاعتي. الحاجه دي ما ينفعش العب عليها. ليه؟ انت ربنا امرني اتعب هتلاقي، انا هتعب باذن الله، فباذن الله هلاقي. انما فكره ان انا العب بقى على لا ده شفت فلان ربنا وفقه ازاي فانا ممكن ربنا يوفقني كده، اطلب من ربنا يوفقك كده، بس ما تعملش حسابك ان ده اللي هيحصل، لانك مأمور بالسعي. فما تنساش ان النصيحه الثالثه هي انك تطلب التوفيق من ربنا وتاخد باسبابه الاربعه اللي انا قلت لك عليهم. نيجي بقى لاهم حاجه في الفيديو، اهم نصيحه. بص، هي دي النصيحه اللي فعلا لو طلعت بيها من الفيديو انت مش هتحتاج غيرها. بص يا باشا، هقول لك كده من الاخر. الناس كلها بتقول لك ان الثانويه دي عامله زي الماراثون. المشكله بقى ان هم يجوا يقولوا لك ايه؟ لا والله انت المفروض ما تشدش في الاول، ما تتعبش نفسك، عشان بعد كده لما تيجي في اخر السنه تلاقي نفسك الدنيا لذيذ. ما صح في نسبة وفي منظور معين. بس اللي انا حابب اقوله لك انك لما تيجي تسأل واحد كسب ماراثون حقيقة وعداء حقيقي، هتلاقيه بيقول لك، وده فعلا حصل على فكرة، يقول لك انا النهاردة كسبت 4 ساعات جري. بس اللي الناس ما تعرفوش ان انا بقالي 4 سنين بتمرن كل يوم لمدة ساعات عشان اعرف اكسب النهاردة. انت هتعمل نفس الحاجة، انك هتمشي طول السنة على نظام معين وتلتزم بيه فعلا. النظام انت اللي هتحدده مع نفسك، وانت اللي هتحدده تبع يومك ودروسك عاملة ازاي وكل الدنيا دي كلها. فانت هتبدا تعمل لنفسك نظام تمشي عليه. تركه بقى انت مش هتمشي عليه في اول السنه، ده عادي، انا عارف انك هتمشي عليه بسهوله جدا. الفكره بقى لما تيجي تكمل وتوصل لحد نص السنه واخر السنه، هتلاقي ان كل يوم بيعدي عليك، هتلاقي في فعليا فتره ممكن تعدي عليك هتلاقي ان كل يوم انت بتطلع مغصوب، ويعني بص قرفان ومش طايق نفسك. هي التركه انك تعمل كل مطلوب منك وتعمل النظام اللي انت حاطه لنفسك، مهما كانت مشاعرك، مهما كان احباطك، مهما كان حزنك، مهما كان هتتعب وتجيب اخرك. انت ما بتتعاملش بالمشاعر، ما تتعاملش بمشاعرك. عادي، عادي جدا انك تقوم ومش طايق نفسك ولا طايق حد في الدنيا، بس هتقوم هتروح درس وبعد كده تيجي من الدرس تذاكر وتعمل كل اللي مطلوب منك عادي جدا. عادي. كل اللي عدى بثالثه ثانوي جاب مجموعه عمل كده على فكره. انت هتبقى، انت مش اقل منهم في حاجه، انت هتبقى زيهم ومعاهم واحسن منهم كمان. فصدقني، هو دي التركه اللي محدش هيقدر يعملها الا النسبه اللي فعلا هتجيب مجموع. ولو انت بتسال عن نظام، فانا حابب اقول لك انك مبدئيا كده ما تراكمش ولا كلمه من اول السنه لاخرها. حاول على قد ما تقدر ما تعملش، ما تراكمش خالص، ان تلاقي الموضوع سهل في الاول. لا،
الموضوع ممكن يبان سهل في الاول، بس بعد كده لما تيجي تزحم من الدنيا معاك هتلاقي ان لا، الموضوع ما بقاش سهل ومش اي حد يقدر يلتزم بيه، فانت هتقدر تلتزم بيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك هتبدا تحل كتابين في كل ماده، تحل كتابين في كل ماده اقل حاجه، ده مينيمم، لحد ما توصل لفتره المراجعه، ساعتها نبدا نتكلم بقى في حاجه ثانيه. انما بالنسبه لو انت ازهر فانت تحل مثلا كتاب واحد في كل ماده، والتريك انك لازم تحل نظام جديد لان امتحاناتك بقت بتيجي صعبه. الامتحانات بقى لها كتير بتيجي صعبه، فشيء فما تعتمدش ان نظامك نظام قديم هيقلبوني، مفيش حاجه اسمها كده. افتكر اخر واهم نصيحه انك هتتعب 300 يوم عشان تيجي اخر السنه تعرف تحل امتحان 3 ساعات. افتكر الكلمه دي كويس، افتكر الكلمه دي كويس، عشان محدش مش هتلاقي حد يقولها لك. احب اقول لك حاجه كمان، ان الاوائل هم اكتر ناس قدروا يمشوا على النظام ده، عندهم اراده حديديه. فانت لو عايز تقرب منهم او عايز تبقى عندهم نفس الاراده، انت هتقدر تبقى عندك نفس الاراده دي. ولو عايز كمان مساعده، فصدقني انك تمشي كل حاجه بالورقه والقلم وتخطط تخطيط صح صح. شوف اي حاجه تقدر تخطط بيها، بس ده يسهل عليك الموضوع، البلانر هيسهل عليك الموضوع وفعلا تخطط لك كل حاجه وتبقى عندك. يعني بص، لو مشيت لو حطيت مجهود هنا ومشيت عليه، اوعدك باذن الله تجيب مجموع. ولو انت ايا كان مجهودك لازم تمشي على النصيحه اللي في الاخر دي بالذات، ارجوك ارجوك، هي اللي دي اللي بتجيب مجموع. لازم يبقى عندك نظام تمشي عليه مهما كانت الظروف طول السنه، مهما حصل معاك، مهما شفت، انت هتفضل عندك النظام ده هكمل رغم اي ظروف، رغم اي حاجه هتحصل لي. بقول لك من دلوقتي عشان باذن الله التكه دي اللي هتفرق. وهتيجي اخر السنه اقول لك حاجه، انزل اكتب تحت الكليه اللي انت نفسك فيها ولا المجموع اللي نفسك فيه، وامشي على النصيحه دي، وتعالى باذن السنه، باذن الله اخر السنه هتلاقي ان انت جاي تقول انا الحمد لله حققت الدعوه دي والحاجه اللي انا كان نفسي فيها. وهتلاقي لينك البلانر تحت موجوده في قناه التليجرام. وكمان انا عندي قناه في التليجرام عايزك تخش فيها عشان يبقى فيها تحفيز ومعسكرات ان شاء الله الفتره الجايه. لو انت بقى حاسس باي لعبكه كده ولخبطه في النظام الجديد والقرارات الجديده والكلام ده كله، فحابب اقول لك انا ما عملتش الفيديو اللي انا بقول لك المفروض تعمل ايه بعد القرارات الجديده، فهسيبك في اللينك برضه في الديسكربشن تروح تتفرج عليه. واخر حاجه حابب اقولها لك هي انك لازم تشترك في القناه طبعا، لان الحاجات اللي جايه لو فاتتك هتزعل جامد. اشوفك في فيديو جديد، مع السلامه.